الأول قبل ما تفكّر تجيب الERP كclient تفكّر هو أنا إيه المشاكل اللي عندي الأول على أساسها أبتدي أتحرّك. إن أنت لو ما عندكش system أصلًا على الأرض واضح وبعد كده ناخده وننقله على الERP، فإحنا كده بنحط الفوضى اللي موجودة على الأرض على الsystem، والsystem ده ما بيبقاش عنده المرونة اللي أنت بتقدر تحل بيها المشاكل أو تcontain بيها المشاكل من غير الsystem. أنت قبل ما بتختار الpartner أنت لازم تختار الsystem. أوكي. خلاص، هو أنت لازم تعرف الأول أنهي system هو اللي مناسب ليّا. الERP فعلًا هو مش عصاية سحرية، هو يظهر لك يعني يسرّع لك النتايج لو أنت الدنيا عندك تمام والprocess تمام، ويظهر لك مشاكل أكتر لو الprocess أو في أصلًا فوضى موجودة في الoperation عندك. أهلًا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست في المصنع. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدًا، 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 مش للمصانع بس لكل الbusinesses، ولكن هو في المصانع هو يعني حاجة متكررة أو تغيير نقدر نقول عليه trendy دلوقتي، تغيير كبير وتغيير مهم وبيكرر كتير في مصانع كتير، ألا وهو الERP والERP system والERP system implementation. عشان كده معانا ضيفنا النهارده أستاذ أحمد رفيق. هو خبرة 16 سنة في الERP system. هنتكلم عن كل ما يخص الERP systems، وإن شاء الله نعمل حلقة تستفاد منها معظم المصانع. أهلًا وسهلًا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلًا بيك، أهلًا بيك يا حسن، إزيك أخبارك أنت إيه؟ يا رب تكون بخير. تمام، زي الفل الحمد لله. الله يخليك، الله يخليك، سعيد جدًا إنك استضفتني النهارده. أنا أسعد والله، حضرتك مشرفني ومنورني. الله يخليك، الله يخليك يا حسن. طيب هاستأذنك في البداية تعرّفنا عليك وعلى رحلتك كده في عالم الERP. طيب يعني باختصار شديد عشان ما أطوّلش على الناس يعني، أنا اسمي أحمد رفيق، اتخرّجت من تجارة عين شمس 2004. اشتغلت على برامج Microsoft Dynamics، يعني بعد 4 سنين من أنا اشتغلت في مجال الحسابات، وبعد كده already ابتديت إن أنا أدخل في الcareer ده عن طريق منحة تبع وزارة الاتصالات. كانت على برنامج Microsoft Dynamics Great Plains، كان من أوائل البرامج اللي اشتغلت عليها. بعد كده ابتديت إن أنا أتعرّف على بعض البرامج التانية زي Microsoft Dynamics AX، الretail management system. وبعد كده مؤخرًا آخر 9 سنين أو آخر 10 سنين اشتغلت على برنامج Microsoft Dynamics Business Central، وده يعني برنامج بيناسب القطاعات الصغيرة والمتوسطة كمان. وalready بعد كده يعني عامل دراسات عليا في مجال الERP، وتحديدًا على الorganizational change management زي ما بيسموها كده، اللي هي أصعب حاجة في الموضوع، اللي ما حدش بيهتم بيها في مجال الERP، وهي الchange أو إدارة التغيير عامةً في أي تحوّل رقمي أنت عايز تعمله already. يعني حلو جدًا الmanagement ده لأن هو اللي بيفرق. جدًا، هو ده اللي بينجّح أساسًا المشاريع. يعني في الآخر يعني لو شُفت أسباب الfailures اللي بتحصل في الERP ترجع الchange management، وإن أنت already ما عملتش استراتيجية معيّنة تقدر إن أنت تحقق بيها الresult اللي أنت عايزه من الERP. هنتكلم عن شوية أكيد النهارده، بس أنا حابب نبدأ يعني إيه ERP أصلًا؟ لإن أنا باشوف في مصانع كتير برنامج محاسبة مثلًا وهُم بيسموه ERP، برنامج يعني إدارة للمخزن وهُم بيسموه ERP، أو ما بين الاتنين محاسبة ومخازن وهُم بيسموه ERP. محتاجين definition كده للERP يعني. بُص، يعني المصطلح بتاع الERP ده نَفْسه يعني اتهرى كتير يعني زي ما بيقولوا يعني. واخد لي بالك؟ تخطيط موارد المؤسسات، تخطيط النُظُم والكلام اللطيف اللي أنت عارفه ده. بس هو فعلًا لو أنت عايز توصفه وصف حلو جدًا، هو ده المُخ الرقمي لأي شركة.
جميل. تمام؟ ده اللي بيجمّع كل الأقسام والإدارات في database موحّدة، من خلالها تقدر إن أنت تشوف البيانات بتاعتك تبقى واضحة وصريحة على كل الإدارات، وبس على كده. ده التعريف بتاعها اللي هو العلمي بس بشكل بسيط جدًا يعني. طيب يعني دلوقتي لو أنا عندي برنامج محاسبة بس أو برنامج مخزن بس أو إدارة مخزون أو إدارة مخزن بس، ما نقدرش نقول عليه ERP. بالضبط. هي الفكرة إن كل إدارة من الإدارات زمان كان عندها برنامج منفصل عن التاني. يعني في برنامج للحسابات، وفي برنامج للمخازن، وفي برنامج للمبيعات. فalready لمّا كان بيبقى الإدارة أو أي إدارة سواء مخزون، حسابات أو sales يطلّعوا أي بيان، بيطلّعوا البيان من عندهم من البرنامج ويسلّموه كورقة للبرنامج التاني اللي موجود مثلًا في إدارة المخازن. فيقوم الراجل بتاع المخازن ماسك البيانات الخاصة بالsales ومسجّلها عنده كأنها already أذون صرف من المخازن، ويبتدي يسجّل البيانات. ويقوم بعد كده المخازن لمّا يعمل الجرد بتاعه already يعمل physical inventory يعني يبتدي إن هو يطلّع بيانات دي ويدّيها لإدارة الحسابات ويسلّمها لإدارة الحسابات already manual. فكل ده كان تأخيرات وبيعطّل الشغل بشكل كبير جدًا، لإن أنت ما بتدخّلش الdata on spot. يعني اللي بيفرق البرامج اللي هي الERP عن البرامج المحاسبية والبرامج المخزنية هو الreal time transaction. فالreal time transaction أنت بتدخّل الحدث في لحظته، فalready لو في delay أو في أي حاجة، ده ما يعتبرش كإنه أنت بتسجّل أحداث فعلية. لأ، أنت كده just إن أنت data entry بقى وخلاص. فالبرامج المحاسبية التانية كنت بتقعد بقى ممكن تدخّل البيانات بتاعتك من مثلًا من أسبوعين، 3 أسابيع، الكلام ده كله. لكن الERP هو غيّر طريقة التفكير، لإن هو فعلًا هو أسلوب تفكير قبل ما يبقى system. طيب أنا باتفق مع حضرتك جدًا في موضوع إن هي طريقة تفكير قبل أي حاجة، وده ياخدني للي حضرتك كنت بتقوله في الأول، إن ناس كتير بتبُص للERP على أساس إن هو حلال للمشاكل. أنا هاركّب ERP أو هيبقى عندي ERP system بس هو كده الدنيا هتبقى جميلة، الدنيا متنظمة، العمليات أسرع، وإحنا كده تمام. يعني عايز أقول لك إن في أحيانًا الناس لمّا بنيجي نكلمهم عن system في المصنع، هو بيبقى متخيل لمّا أقول له تعالَ نعمل system في المصنع يعني نعمل ERP. ومش ده المقصود خالص، أنا باتكلّم عن الwork flows والprocess والكلام ده، بس اللي بييجي في دماغه يالّا هنعمل system على الكمبيوتر. فإزاي الERP مش هو حل المشاكل؟ الERP هو زي ما إحنا قُلنا في الأول، هو مُخ أي مصنع، خلِّ بالك. لكن أنت لمّا بتيجي بتطبّق البرامج دي already بعد كده، أنت بتواجه آمم حاجات كتيرة جدًا ممكن تكون غايبة عن الشركة اللي عايزة تطبّق. زي مثلًا ما عندهمش إجراءات اللي بيسموها الإجراءات العمل القياسية أو الstandard operating procedures يعني الخاصة بالمصنع. الsystem ما عندوش، فشركة ما عندهاش إجراءات عمل ماشية عليها، فهتلاقي الفوضى اللي منقولة هتتنقل على الsystem. فخلاص كل سنة وأنت طيب. لا نافع بقى partner ييجي يطبّق، لا ينفع system ييجي يركب، واخد بالك. لإن الERP هو بيحسّن من بعض الإجراءات، مش هو الحل السحري. إنما أنت المفروض تعمل business process re-engineering الأول قبل ما تعمل الERP. يعني قبل ما تروح أي شركة، إحنا عايزين ERP، يالّا نروح نجيب ERP. لأ، مش يالّا استنى، أنت عايز تعمل system زي ما أنت بتقول. أنت عايز تعمل system الأول للإجراءات اللي موجودة عندك، عشان تمشي بأقصى سرعة وأعلى كفاءة. فأنت عندك الحاجتين دول مش متحققين أساسًا وأنت بتعمل الsystem نفسه الERP. فبالتالي طبعًا غير الresistance اللي بيبقى موجود عند الناس already.
أنت هتجيب system أنت لازم تفهّمه من الأول يعني إيه ERP عشان ي يقدروا إن هو يعني يتبنى الفكرة بتاعة إن في system ERP technology، لإن طبعًا هم بيخافوا ويقول لك إحنا مهددين وكده بقى هنستغنى عني وهنمشي، وخصوصًا كمان إن لو المصنع عنده كل الكلام ده، هو عنده standard procedure، بس افرض هو مثلًا معتمد على one man show، إمم. دي طبعًا من ضمن المشكلة، الone man show اللي هو راجل عنده كل حاجة، وهو اللي في إيده كل حاجة، وعارف كل حاجة، وإجراءات وكل حاجة هو اللي حاططها في دماغه، لكن أنت already لمّا تيجي تتكلم معاه هو شايف إن ده تهديد بالنسبة له، أنت هتاخد الknowledge بتاعته كلها وتحطها في system، فبيبقى resistor قوي، لإن أغلب المقاومين، أغلب الresistors هم بيبقوا دايمًا المديرين اللي هم بيبقوا في الhierarchy اللي هم الmiddle managers، دول أكتر المقاومين عندك، فعشان كده الERP مش الحل السحري، هو بيحسّن بس من بعض الإجراءات فقط لا غير. الكلمة اللي حضرتك قُلتها بتاعة أنت بتنقل الفوضى على السيستم دي، أنا مش عايز أقول لك أنا قُلتها كام مرّة في حياتي، إن أنت لو ما عندكش سيستم أصلًا على الأرض واضح وبعد كده ناخده وننقله على الERP، فإحنا كده بنحُط الفوضى اللي موجودة على الأرض على السيستم، والسيستم ده ما بيبقاش عنده المرونة اللي أنت بتقدر تحل بيها المشاكل أو تcontain بيها المشاكل من غير السيستم. فالسيستم ما بيبقاش عنده المرونة دي، هو ده حاجة standard أنت بتحُط فيها الحاجة، هو مش هيفهم إن أنت دي عدّيها عشان خاطر إحنا مزنوقين، ما فيش الكلام ده، هو لازم الخطوات تتعمل بالطريقة دي، فهتفضل تتعمل بالطريقة دي، فأنت هتفقد كمان، أنت مش بس يعني مش هتستفيد، ده أنت هتفقد كمان المرونة اللي أنت يعني شغال بيها دلوقتي، بغض النظر إن هي مرونة يعني على الفاضي، لإن أنت عندك كتير already، لإن أنت ما عندكش systems ولا workflows ولا حاجة، ولكن في الآخر أنت بتزوّد مشاكل مش بتحلها. بالضبط، لإن أنت لو كمان نقلت الإجراءات اللي هم بيعملوها بنفس الطريقة القديمة على الERP، طب ما أنت كده ما استفدتش بالتكنولوجي والstandards المعروفة في الprocesses نفسها already، واخد لي بالك؟ فبتلاقي طبعًا هو إيه، يعني إيه ده! إحنا الحاجات دي مش موجودة إحنا بنعملها بالطريقة دي، إزاي مش موجودة في الsystem؟ لأ، هي ليها طريقة معيّنة في الsystem لازم تمشي عليها، لأ هو متمسك دايمًا بالإجراءات بتاعته القديمة، عشان كده لازم يبقى في business process reengineering يتعمل الأول وقبل ما تدخل على إن أنت تحط الERP نفسه. بس هل ده ما ينفيش اللي إحنا بنقوله، إن هو كده الERP ده ممكن ييجي اللي هم يعني في عالم الERP بيسموه الcore model بتاعه، تمام، فهو جاي لي بالسيستم أنا هامشي وراه وخلاص، فده ممكن حد يقول لأ، ده ينفي اللي إحنا بنقوله، إن أنا لازم يكون عندي سيستم على الأرض الأول، وبعد كده طب ما أنت هاجيب السيستم، هاجيب الERP system وأشوفه هو بيقول لي إيه، وأعمل اللي هو بيقوله لي وخلاص. ما هو ال الstandards اللي موجودة already أو المعايير اللي المفروض الbusiness process reengineering اللي بيحصل ده خصوصًا في مجال الsupply chain، هو الstandards بتاعته موجودة في الERP نفسه، خلاص؟ جزء منها، لكن طبعًا بتختلف حسب طبيعة المصنع من مصنع للتاني، مصنع كبير والّا مصنع صغير، ورشة والّا مصنع، بتفرق. فممكن إن أنت على حسب الscale اللي موجود عندك بتاع الclient، أنت بتحدد هو ده ممكن ينفع معاه business process reengineering الأول، وبعد كده تحط له ERP، والّا الERP ممكن هو هيعمل له أو هيحسّن له بعض الإجراءات اللي هو already ممكن يمشي عليها على الsystem. فبتختلف من شركة ومن مصنع لمصنع أو من شركة لشركة على حسب حجم كل شركة، عدد الموظفين اللي فيه بيفرق، يعني حد عنده 10، 15 موظف أو حد عنده 70 موظف، حد عنده أكتر من 100 موظف، بتفرق طبعًا، واخد لي بالك؟ فلازم الأول إن إحنا نبُص على الclient نفسه، الmaturity بتاعته والreadiness، يعني دايمًا في حاجتين لازم نشوفهم عند أي client،
مستوى النضج عنده في إدارة الbusiness، خلاص، الmaturity بتاعة الbusiness، والحاجة التانية استعداده أو الreadiness بتاعه إن هو يقدر إن هو يطبّق الERP قبل ما تروح لأي حاجة بقى تانية. عايز تروح لbusiness process engineering، عايز تروح لchange management، أو change culture الأول، أو يعني في حاجات كتيرة جدًا ممكن تتعمل قبل الموضوع. فلازم الأول بتقيس النضج المؤسسي زي ما بيسموها بالعربي يعني، الmaturity وreadiness. لإن كان في ناس كتيرة جدًا بصراحة وأنا واجهتها بنفسي، ناس already كان عندهم system قبل كده، اشتغلوا على ERP قبل كده، بس هو بالنسبة له ما كانش إيه، يعني مش راضي عنه تمامًا يعني. لكن لمّا جينا دخلنا عليهم الsystem بتاعنا، الناس قال لك لأ، إحنا فاهمين ERP وعارفين ERP وعارفين هو بيمشي إزاي. ادّونا training الأول وإحنا نقول لكم إيه نقط الضعف اللي عندنا. طبعًا أنت عمرك ما بتبدأ بtraining أنت فاهم؟ في أي شركة أنت ما بتبدأش بtraining، لكن هو كان درجة الmaturity عنده، هو فاهم كويس جدًا ERP والSOPs بتاعته، وإيه الحاجات اللي ممكن هيحققها. ادّيني training يا فندم، فعكسنا الmethodology خلاص تمام. إمم. بدل ما أنت analysis والdesign وبعد كده تعمل له آآ آآ pilot testing بعد كده الtraining، لأ، رُحنا عملنا الtraining، طلّعنا من الtraining ده كل الpain points اللي كانت موجودة عنده، وبالتالي كان سهل جدًا نعمل الموضوع ده في شكل الdesign، إن هو يطلع بشكل سهل ونخلّص الموضوع بشكل سهل وسريع. ده كان أسرع implementation. طبعًا. أنت بادئ من الtraining على طول. آه، طيب هم الuser نفسهم خلّي بالك، الناس اللي جوّه لازم الassessment للنضج بتاعهم واستعدادهم لتقبُّل system جديد، دي مهمة جدًا. طيب لو أنا مصنع ما عنديش ERP و وعايز أعمل ERP، إمتى أقول لأ، أنا هاشوف الprocess بتاعتي الأول وأبنيها، وإمتى أقول لأ، أنا هاخش على الERP على طول وآخد الprocess بتاعته هي دي هتبقى الstandard بتاعتي وهاشتغل عليها؟ بُص، هو الحتّة دي آآ تحديدًا إحنا بنتكلّم في، أنت لازم تشوف الpain إيه الأول. حلو. هو عنده المخزون مثلًا مش متطابق دايمًا، هو عنده الإنتاج فيه أوردرات بتتأخّر. هل مثلًا كل قسم بيقول لك لأ أنا ما ليش دعوة، أنا ما ليش دعوة بال بالوظايف اللي موجودة في إدارات تانية اللي ممكن باختلف معاها. أنت عارف لعبة اللوم يعني الgame blaming دايمًا اللي موجود، إمم. واخد بالك؟ فهو الpain هو اللي هيحدد أنت هتمشي إزاي. ماشي. يعني معلش حضرتك وضّحها لنا بأمثلة. يعني قرّب الفكرة، يعني أنا ليه باسأل يعني ومركّز في السؤال ده أوي لإن أنا باواجهه كتير. يعني في ناس كتير بتيجي يالّا عايزين نعمل ERP system. تمام. طب يا جماعة يعني أو أنا عايز أعمل ERP system وخلاص وأنا باتفق ومش عارف إيه. يعني أنا يعني مسكت أكتر من واحد إن هو أو رجّعته يعني من الحتّة دي، إن هو رايح يعمل ERP system وهو أصلًا ما عندوش work flows واضحة، ما عندوش يعني ما فيش process مبنية أصلًا. إمم. فإمتى يعني لأ، هو المكان يبقى مستعد إن هو ياخد ال الERP كهو ده الstandard process أو الcore model بتاعه، وإمتى لأ، ده إحنا لازم نبني الprocess الأول وبعد كده نشتغل وبعد كده نبقى نعمل الERP system، خاصةً وإن الناس أحيانًا كتير بتروح مش للحاجات الstandard زي مثلًا SAP زي Microsoft Dynamics زي Oracle زي الحاجات دي. أحيانًا كتير بتروح للحاجات اللي هي شركات local بتبقى واخدة الdatabase وشغالة عليها عاملة الvertical solutions بتاعتها. فبتختلف بقى كل شركة من الشركات دي هي أصلًا عاملة يعني عاملة هل هي ليها core model أصلًا والّا لأ؟ لأن أنا شُفت حاجات في موديول التصنيع مثلًا، يعني هي لا هم مسمينه موديول تصنيع بس هو ما لوش أي علاقة بالتصنيع. فما نقدرش إن المكان اللي هيخش فيه الكلام ده نقدر نعتبره standard أصلًا.
فاهم قصدي؟ فيعني هي حتّة أنا شُفتها متكررة، فعشان كده أنا يعني ماسك في السؤال ده جامد. أنت عشان تعمل حاجة زي كده وتحدد أنت هتروح فين أو هتعمل إيه، سواء عايز تعمل business process الأول والّا تختار الsystem الأول، أنت لازم يعني أصل دي حاجة مش الconsultants هم اللي بيعرفوها، خلّيني أقول لك ببساطة يعني، إمم. لإن هو المفروض صاحب الsystem نفسه أو صاحب المصنع نفسه أو الclient نفسه لازم يبقى هو فاهم نفسه بنفسه، أوكي. ودي صعبة جدًا، فلازم في الموضوع ده لازم يجيب حد استشاري محايد وهم قليلين، إن هو يقول له بالضبط أو حد business يعني حد استشاري business يبقى فاهم معاه الprocesses كلّها اللي موجودة عنده، ويحدد له إيه النقطة اللي هي عنده اللي هو يقدر إن هو يبتدي بيها. إمم. ياما دخّلنا ERPs وما كناش عارفين already يعني ناس يعني أنت عارف دايمًا عشان أنا شغّال في partners already فدايمًا تلاقي إن الsales بيروح بعيدًا عن الfunctional شوية، يعني ده بيشتغل بطريقة والfunctional consultant بيشتغل بطريقة، إمم. فيروح بيعة خلاص، آآ البيعة دي ممكن تكون مش مناسبة للpartner ليه؟ لإن هي بتضيّع وقته ومجهوده وهو بس بيستهدف إن هو عايز يتربّح من الموضوع، وفي نفس الوقت يدخل بقى فريق الconsultants يُفاجئوا إنه ما فيش standards already ماشي عليها، فبيضطر إن هو إيه، يحط له الsystem زي ما هو وهو يمشي على الإجراءات دي. طيب كان الحل بتاعها إيه؟ كان الحل بتاعها إن أنت الأول قبل ما تفكّر تجيب الERP كclient تفكّر هو أنا إيه المشاكل اللي عندي الأول على أساسها أبتدي أتحرّك، ما أنا ممكن ما أكون ماشي على الbusiness process مضبوطة، لكن أنا عندي ناس already متحكمين في المناصب بتاعتهم، يعني مثلًا ممكن يكون في بعض الشركات هتلاقي عنده standards واضحة وعالمية ومعروفة وهو ماشي عليها من برّه، بس هو عنده بس حد بتاع IT هو اللي في إيده كل حاجة. طيب أنا اكتشفت ده إمتى؟ اكتشفت ده لمّا دخلت المشروع، إمم. فالراجل ده موقّف مصالح كتيرة جدًا، يبقى هنا أنا هاروح فين بقى؟ أنا هاروح بقى لstandard procedures وبتاع، لأ مش هاروح لكده، ده أنا محتاج أشوف أعمل change management للناس الأول اللي موجودة عندي الstakeholders المعنيين بالنظام، ده الراجل ده هو اللي هيمسك لي الsystem، أنا لازم أشوف طريقة تانية بحيث إن أنا ما باخلّيهوش resistors معايا وأقدر إن أنا أخلّيه already معايا في الsystem، بس ممكن أجيب مثلًا حد تحتيه أو أعمل إدارة تانية منفصلة للERP هو ممكن ما يكونش موجود فيها عشان أقدر إن أنا أتلافى إن هو يهدِّد الsystem عندي، إمم. فمختلفة تمامًا، عشان كده الحتّة بتاعة الchange management دي مهمة جدًا، إن هو بيقيس لك كل الناس اللي موجودين في الشركة الأول، مش بس procedures وprocess ولأ، هو بيشوف لك الناس، وبيقول لك بالضبط أنت الpain point كمان عندك إيه، أنت ممكن ما تكونش process عندك already فيها مشكلة، أنت المشكلة عندك في الناس، ممكن تكون مشكلة عندك في التكنولوجي اللي أنت بتستخدمها تكنولوجيا قديمة مش هتمشي مع الERP، فأنت لازم تعمل upgrade لل للservers أو الdesktops، فالموضوع ده هو مالوش ماسكة، لكن ماسكته إنك تعمل change management readiness أو ERP readiness عشان تعرف أنت محتاج إيه، وده فعلًا اللي بيتعمل برّه، يعني لو رُحت في أوروبا والدول المتقدمة هتلاقي فعلًا في حاجة اسمها ERP readiness assessment، طبعًا ده لازم يتم من شركة مش partner لا SAP ولا Oracle ولا Microsoft ولا حاجة،
خالص. يعني حد خارجي هو اللي يعمل الassessment ويقرر إذا كان فعلًا المكان ده مستعد إن هو يعمل ERP والّا لأ. اللي إحنا مش عارفين نوصل له، هو الناس وصلوا له قبل كده زمان، فهو قال لك بالضبط الassessment ده هو اللي هيحدد لك كل حاجة، بس. ده رأيي يعني من خبرتي في الموضوع يعني. طيب استكمالًا للنقطة اللي إحنا فيها برضه، إمم. إزاي بقى الناس أو الشركات تختار الERP system؟ لإن دي برضه زي ما قُلت لحضرتك كده مشكلة كبيرة، في ناس بتروح للحاجات الpartners زي ما حضرتك قُلت كده odoo وSAP وOracle والحاجات اللي معروفة، باختلاف طبعًا حجم كل شركة وحجم كل ERP والcost بتاعه يعني، وفي ناس بتتجه للموضوع بتاع الlocal providers وactually هم competitors قويين جدًا في الحتّة بتاعة الcost دي، لإن هو يعني أمّا بتيجي ممكن تprovide حتى الحاجات الصغيّرة اللي هي المفروض اللي هي low cost زي odoo مثلًا، تمام، فبتلاقي إن هو بيقول لك طب وليه الcost ده كلّه؟ ما أنا أروح أجيب system ب50 50، 60 ألف جنيه وهيشتغل وبادفعه مرّة واحدة بدل وجع الدماغ ده كلّه يعني. فأنا كشركة أختار الERP اللي أنا محتاجه إزاي و وبناءً على إيه؟ بُص، هو يعني أنت قبل ما بتختار الpartner أنت لازم تختار الsystem. أوكي، خلاص؟ هو أنت لازم تعرف الأول أنهي system هو اللي مناسب ليّا. خلاص؟ فأنت تقسّمهم 2، تقسّم systems international وsystem local. أوكي، طيب، قسّمت الاتنين دول، هتبتدي بعد كده تبُص للbudget بتاعتك. حلو، الbudget بتاعتي حاليًا قد إيه، وأنا مستعد أضخ كام فلوس عشان أستثمر في البرنامج ده. الفلوس دايمًا هي اللي بتتكلم. تمام. فلازم هو عشان ياخد القرار يشوف الbudget بتاعته إيه، هل مستعد يستثمر فيه والّا لأ؟ لو عنده budget معقولة ومحترمة يقدر إن هو يروح للinternational. لأ، أنا هابُص للموضوع إن هو لأ، أنا مش عايز أدفع فلوس كتير، خلاص يبقى تروح للlocal على طول. طيب، هتدخل بقى إيه، أنت كده قطعت شوط طويل جدًا كراجل يعني عايز system، فخلاص أنت هتروح فين، عرفت أنت هتروح فين. قبل ما نبتدي نقسّم، أنا الbudget الكويسة دي اللي هي كام؟ يعني إحنا بنتكلّم في كام؟ بُص، يعني دايمًا الناس بيتكلموا يعني لو قُلنا مثلًا على SAP مثلًا، أنت بتتكلم في أرقام كبيرة جدًا، يعني ملايين. أنت بتتكلم في أكتر من 3، 4، 5.000.000 يعني، بتتكلم في حاجة زي كده، SAP أعلى تكلفة، ودي بيحددها already المصنع برضه، هو المصنع ده محتاج SAP والّا Oracle والّا إيه بالضبط. طيب، الحاجة التانية مايكروسوفت، ومايكروسوفت واخدة حصة كبيرة جدًا في السيكتور بتاع التصنيع هي والSAP الصراحة، في مصر وبرّه مصر. أنا ف قُلت لك الموضوع ده يعني قبل ما نبتدي تسجيل إن أنا شخصيًا دي ممكن تكون مشكلة فيّا طبعًا أكيد حضرتك أدرى، لكن أنا باكلمك إن أنا ما شُفتش لحد دلوقتي Microsoft Dynamics خالص في أي حتّة أنا رُحتها، يعني أنا اشتغلت في 5، 6 شركات، وساعدت شركات برضه مختلفة في مجالات مختلفة، ما شُفتش Microsoft Dynamics خالص، فأنا يعني خلّينا ناخد Microsoft Dynamics ده بعدين بعد ما نخلّص إجابة يعني إيه مميزاته، ولإن أنا أعتقد إن هو هيبقى option لو حضرتك بتتكلم إن هو يعني واخد جزء من مجال التصنيع، فهيبقى option كويس لكل الناس اللي بتسمعنا يعني. فأنا باعتذر لك عن المقاطعة بس أنا كنت يعني لإن فعلًا أنا الموضوع بالنسبة لي جديد. فإحنا كده خلّصنا إحنا كنا بنتكلم عن البادجت، فإحنا البادجت الكبيرة نتكلم في SAP وOracle تمام، آآ بالضبط، وبعد كده ييجي بعدهم Microsoft Dynamics صح كده؟ مضبوط.
فمايكروسوفت أنت بتتكلم في مثلًا في 2 products من مايكروسوفت. أنت عندك برنامج اسمه مايكروسوفت داينامكس F&O Finance and Operation، والبرنامج ده بيناسب الشركات الenterprise. إنما عندك برنامج تاني اسمه مايكروسوفت داينامكس بزنس سنترال، وده بيناسب القطاعات الصغيرة والمتوسطة. أوكي. لو اتكلمنا مثلا على البيزنس سنترال، فانت اللايسنس بتاعتك لليوزر $80 في الشهر. أوكي. عندك لو رحت على الاف ان او، انت بتتكلم ان انت لازم تشتري لايسنس حوالي بال 20 يوزر، واللايسنس الواحده بحوالي 1000 $1200 تقريبا. أوكي. فمع عدد اليوزرز فانت برضو بتتكلم في ملايين. يعني انت برضو بتتكلم في رقم، بس مش هيوصل للرقم الثابت. يعني انت لو 1200 يوزر، انت محتاج بس اليوزر لو عندك مثلا 5 يوزر، فانت بتتكلم في حوالي كام؟ $6000. إمم. خلاص. فالرقم كبير، يعني لو ضربته في المصري طبعا هيبقى كبير. فعشان كده الارقام بتبقى كبيره في الانترناشونال. خلاص. بغض النظر بقى عن سعر الدولار كام، واحنا كنا قبل كده كام وبعد كده بقينا كام، لكن ده اوريدي الرينج اللي بيتعامل عليه الانترناشونال. أوكي. فعايز تنزل عن الملايين وتلعب مثلا في 250,000 300,000 400,000 500,000، يعني في الرينج ده هتوصل للي انت عايزه برضه. وفي يوصل 750 عادي، يعني ما فيش اي مشكله خالص، لكن مش هتوصل للملايين. فالبادجت دايما هو اللي بيحكم. طبعا في ناس كتيره جدا بيبقوا عايزين الانترناشونال بس ياخدوه بسعر رخيص. لا اعمل لي ديسكاونت، لا مش عارف ايه، اعمل لي ده. لسه ما اتكلمناش في الامبلمنتيشن، ولسه هيفاصل معاك في الامبلمنتيشن والتريننج والسيرفيس طيب ما يعني على قد الحافز زي ما بيقولوا. فبرضه بيبقى في ضغط من الكلاينتس على البارتنرز عشان ياخدوا اكبر ديسكاونت، عشان يقدر ان هو يبقى اسمه شغال بايه؟ بسيستم انترناشونال. الشركات مش بس بتفكر انها تروح للانترناشونال او اللوكال مش بس عشان البادجت. لا، في ناس بيفكروا في السيستم ده كانه اسset للشركه، إمم. فبيعلي من قيمه استثمار الشركه، فيقدر ان هو كمان يدخل البورصه. فلما يقول انا عندي ساب، رغم ان هو مش ماشي معاه، بس عشان ايه؟ انا ساب، فعلي لي من قيمه الاصول الغير ملموسه عندي، الانتنجبل اسيتس. خلاص. عشان اعلي من قيمه الشركه، عشان اعرف ادخل سوق الاوراق الماليه. فدايما السياسات بتحكم اكتر من الفلوس، خلي بالك، يعني دايما. لكن القرار المنطقي ان انت تشوف البادجت وتشوف الشركه بعد كده اللي هتطبق النظام ده، مين احسن شركه. ما تروحش تقول مين احسن شركه وبعد كده هم عندهم انهي برنامج. لا، ما تمشيش كده. روح شوف السيستم الاول، ولازم تستعين بحد استشاري يوجهك، يقول لك انت تروح لانهي سيستم الاول قبل ما تفكر ان انت. وده الاجراء الثاني اللي بيتعمل بعد ما بتقيس الماتيوريتي والاسسمنت بتاعت الناس، تبتدي تفكر في الايه؟ في السيستم بعد كده، زي ما قلت. جميل. طيب إيه الفرق يعني فرق الأسعار ده جاي منين؟ يعني ما بين الSAP وما بين Microsoft Dynamics Suite والحاجات الشبيهة وما بين الحاجات الlocal، يعني إيه اللي هيدّيهوني الSAP فأنا أدفع فيه كل الفلوس دي، مش هيدّيهوني Microsoft Dynamics فأنا هاشتغل على low budget، مش هيدّيهوني الlocal solution؟ طيب الساب عاملين حاجه حلوه جدا. يعني هو عامل لكل
industry الbest practice بتاعها، يعني عاملين مثلًا للautomotive industry، عاملين للملابس، قطاع التكستايل، فواخدين كل ما يتعلق بالموضوع ده وعاملين له vertical أو solution راكب already على SAP خلاص، أوكي. فده تمنه وتكلفته عالية جدًا، لإن هو جايب الbest practice في كل حاجة، خلاص، SAP. مايكروسوفت فعشان كده بيحطوا الأرقام بتاعتهم، يعني SAP عشان كده الأرقام بتاعتهم عالية يعني. إمم. إنما مايكروسوفت مثلًا لو جيت اتكلمت على مايكروسوفت، لأ مايكروسوفت already الأسعار بتاعتها ممكن مش عايز أقول إنها مناسبة أوي، لكن هي برضه أرقامها غالية، لكن عشان إن برضه عندهم الجزئية الخاصة الintegration مع آآ أغلب الproducts بتاعة مايكروسوفت كلّها، يعني أنت عندك الword، الM365، الword والExcel والPowerPoint، الإيميل، الpower platform اللي هو الخاص بالpower BI integrated معاه، الAI بتاع الCopilot موجود معاه، كل الكلام ده بالmodules اللي موجودة فيه الخاصة بالsupply chain مغطيين أجزاء جدًا من الbusiness آمم على مختلف القطاعات، يعني أنا شُفتها على مختلف القطاعات، وموجود جدًا، حتى لو في حاجة مش موجودة ممكن بتتعمل customized بس بتكلفة إضافية، بس بتتعمل، لإن لغة البرمجة في الdynamics سهلة جدًا، وأي حد يقدر إن هو developer يتعلمها، ويقدر يعمل كمان اللي هو عايز يعمله على الERP. فلو ما لقيتهاش موجودة مثلًا في صناعة معيّنة يقدر إن هو يعملها لك، بيعمل analysis وdesign ويعمل لك الموضوع ده، إمم. واخد لي بالك؟ الأودو بصراحة يعني flexible جدًا، ده يعني مؤخرًا اللي يعني اكتشفته يعني إن هو flexible جدًا ورائع جدًا في كل حاجة، آمم، زي يقولوا trend يعني جدًا، لإن هو طبعًا أنت يعني بتقدر تكريت الويب سايت والshop بتاعتك shop الe-commerce والكلام اللطيف بتاع أودو، الsupply chain فيه كويس، الحسابات فيه كويسة، بس إمتى تروح له؟ هو open source، فأنت تقدر تعدّل وتعمل اللي أنت عايزه، أنت مش هتمشي على standards خلاص؟ فاللي إمم. بيختاروا عشان إيه، أنا هاعمل اللي أنا عايزه، الحاجات اللي أنا عايزها كلّها customized أقدر أعملها already على السيستم، خلاص، أي حاجة هاطلبها هتتعمل، خلاص ساعتها ما تفكّرش في ready made ERP، أنت تفكّر في open source عشان أنت عايز تعمل الحاجات اللي أنت عايزها بدماغك، إمم. أنا عايز أعمل customization زي ما أنا عايز، خلاص روح للopen source هو اللي يعمل لك كل زي برضه ERP next معروف برضه already برضه open source، فهيبقى عندك من القرار ده كمان غير إن أنت اخترت international وlocal open source والّا ready made، حلوة دي. حلو. عايز تشتغل بدماغك وتعمل كل حاجة زي ما أنت عايزها، خلاص ماشي روح للopen source، عايز تمشي على الstandards بتاعة البرنامج بتاع الready made زي الSAP والOracle ومايكروسوفت وتعدّل عليهم، ده هيبقى برضه ليه تكلفة زيادة، أوكي. لو ما عملش meet مع الrequirements بتاعتك، واخد لي بالك؟ بس، فاختصارًا يعني للموضوع budget international والّا local، open source والّا ready made. معلش إحنا كلنا حق الlocal بقى، يعني إحنا شرحنا كده الinternational وقسّمناهم. آه. ندّي للlocal حقّه برضه عشان الناس ما تزعلش مننا. هل الcompetition في الlocal price بس؟ لأ، الcompetition في الlocal باسم الشركة،
عملوا كام system، عملوا مع كام عميل، وتبتدي إن أنت تشوف اللي طبّق بنفس الsame industry بتاعتك. حتى لو أنت بتختار حتى international يعني، أنت لازم تشوف برضه الpartner بعد ما تختار البرنامج، تشوف هو مين الpartner اللي عمل نفس الimplementation في نفس الindustry بتاعتي. ففي الlocal برضه أنت هتبتدي تروح للجزئية دي عشان أنت رايح عايز تحقق الrequirements بتاعتك بأقل تكلفة. فأنت محتاج إن أنت already إيه، تبقى رايح للlocal. وعندنا في شركات بسم الله ما شاء الله كتيرة جدًا بصراحة في مصر يعني عاملين حاجات قوية وفي نفس الوقت محققة كل الrequirements. بس يبقى مهم إن أنت تبقى عارف دايمًا الsupport اللي ورا الموضوع بعد كده قد إيه، والعقد الsupport والشركة بتsupport والّا لأ، وهكذا. الأهم من ده إن أنت تبقى عارف تبقى عامل الRFP بتاعك كويس كclient، الrequest for proposal تبقى عامله ودارسه مضبوط، وعارف احتياجاتك كويس جدًا عشان تقدر إنها تmeet مع أنهي ERP. أنا كنت باسأل في الأول على الcompetition، أنا قصدي الcompetition ما بين الlocal وما بين الinternational. يعني أنا ما أروحش السبب الرئيسي أو الهدف الرئيسي من إن أنا رايح للlocal بس price، يعني مش هاتوقع quality أحسن، مش هاتوقع service أحسن، مش هاتوقع system أقوى، ولكن أنا رايح هناك عشان هم هيدّوني نفس الأداء بسعر أقل، أو نفس النتيجة بلاش نفس الأداء. يعني نتيجة برضه إن أنا باسرّع الprocess والin time transactions والحاجات اللي إحنا كنا بنتكلم عليها من الأول دي، ولكن بتكلفة أقل، صح كده؟ ممكن تقول كده لكن برضه يبقى في الاعتبار جزئية مهمة جدًا، الlocal مش هيعرف ينافس الinternational، معلش مع احترامي يعني. بس في شركات عاملة شغل قوي وكويس جدًا ومحقق جميع المتطلبات الخاصة بالشركات سواء في مصر أو برّه مصر. حتّة السعر دي بيروحوا لها عشان يروح لحاجة local، بس المهم إن هو يختار شركة فعلًا قادرة إنها تكون طبّقت في نفس الindustry بتاعته ومحققة نفس الأهداف اللي هو عايز يوصل لها من الERP system مع شركات تانية. تمام جدًا. طيب إحنا دلوقتي ربنا كرمنا وعرفنا نختار الsystem، وكرمنا أكتر وعرفنا نختار الشركة. ألف مبروك. إمم. تمام. طيب إيه اللي ممكن يبوّظ لنا المشروع؟ أسباب يعني خُد بالك الإحصائيات بتقول دايمًا إن الERP implementation غالبًا بيفشل، والأرقام والإحصائيات فظيعة، يعني مش 10% مش 20، إحنا بنتكلم في 70 وحاجات وأرقام كده يعني مخيفة. فإيه اللي بيخلّي المشاريع اللي من النوع ده تفشل؟ طيب بُص، أنا هاقول لك على حاجة عشان بس الموضوع ده أسبابه كتيرة جدًا، خلاص؟ يعني ممكن واختصارًا للوقت، أنا ممكن أقول لك هم 5 أسباب بس كلّهم يتعلّقوا بإدارة التغيير، حلو أوي. خلاص؟ أولًا ما فيش sponsor للموضوع، ما فيش واحد قائد للمشروع قوي، لازم يبقى في قائد للمشروع، إمم. لازم يبقى في project manager من طرف العميل قوي، اللي هو حاجة التانية أو ممكن يكون هو نَفْسه الsponsor، مش لازم هو يكون project manager للمشروع فقط، لأ ممكن يكون هو project manager والsponsor كمان. الsponsor ده اللي هو راعي التغيير أو راعي التكنولوجي ده، هو اللي هيساعد إن هو ياخد أي قرار يتعلق بالERP ده. إحنا عندنا مشكلة مثلًا وإحنا بنطبّق الكلام ده مع شركات، عايزين قرار لإن الراجل اللي شغال بتاع الcosting موقّف الدنيا. إمم. فالقرار اللي المفروض يحصل إن في حد المفروض يبقى اللي هو الmanager أو حد اللي هو الCEO، هو ده مثلًا اللي بياخد القرارات.
عن طريق إيه؟ عن طريق بيتحدد حاجة اسمها steering committee ما بين الpartner وما بين ال الشركة. ده اللي بياخد القرارات عشان المشروع ينجح. ما فيش حد دايمًا بيستغنى عن حد اللي هو يقدر ياخد قرار كصاحب شركة بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للprocess، حد قادر ياخد قرار بس. تمام. والproject manager لازم يبقى حد يستلم المشروع، ودايمًا بيبقى حاجة من الاتنين، يا إما الراجل بتاع الIT يا إما الراجل بتاع الحسابات. إمم. خلاص؟ و والناس بتاعة الإنتاج والsupply chain والكلام ده كله فين؟ أنت جاي في المصنع يا صلاح. ما أنا هاقول لسعادتك أنا جاي لك في الكلام. الجزء التاني لازم يبقى فيه تحدد الkey بيسموهم key stakeholders أو الkey users، لكن أنا باحب أسميهم إن هم الchange agents بقى. اللي هو بقى إيه، أنا عندي في كل إدارة في حد شكله كده كويس، ده عايز يتعلم، خلاص؟ ده آخده وابتدي أقول له إيه، أنت هتبقى المسؤول في الإدارة دي عن تطبيق السيستم، فده يبقى بالنسبة لك key user. تاني حاجة أنت عندك الناس اللي هم الخاصة اللي ماسكين الإدارات عامةً الmiddle managers، تحديدًا برضه الناس بتوع الإنتاج، الناس بتوع الMRP التخطيط، الناس الخاصين بالMSP الmaterial planning schedule، كل الكلام ده هو already يعني إيه، أنت عندك الناس دول مهمين جدًا إن هم يبقوا موجودين وinvolved معانا، لأن دول الstake holders بتوعك. الراجل بتاع المشتريات، الراجل بتاع الlogistics، الراجل بتاع الtransportation management، فكل دول معنيين، فأنت لازم تاخدهم معاك في الموضوع نفسه، لازم تشرح لهم الأول إحنا هنعمل إيه. يعني أنا مرّة رُحت مصنع، يعني مدير الإنتاج أول لمّا شافني كده من بعيد وعرف إن إن في system جديد هيتحط، ما حدش قال له يعني، قال لي بعد إذنك يعني ما طب يا فندم حضرتك شرحت له طيب، يعني حضرتك فهّمته الأول إن في system جديد والsystem ده هيتعمل كذا 1، 2، 3، ما فيش يعني، واخد لي بالك؟ إمم. فدي من ضمن الchallenges اللي بتبقى موجودة، فتخلّيك already تبقى بتفكّر إن أنت يعني الأسباب كتيرة بتاعة الفشل، لكن هم معروفة، لازم يبقى في حد يستلم، لازم يبقى في حد sponsor، لازم تخلّي الناس يعني تشرح لهم الموضوع هيمشي إزاي، وتدخّلهم وتشركهم معاك في القرارات اللي موجودة، حتى في اختيار السيستم، حتى في اختيار الpartner، اشركهم معاك. طول ما أنت بتشركهم فأنت بتخلّيهم إن هم يبقوا مركّزين معاك وقادرين إن هم بيسمعوا، ويقدر إن هو يبقى معاك في الموضوع، إنما أنت مستبعده خلاص. هتهيّأ الناس عن طريق بقى مين، الchange agents اللي موجودين في كل إدارة. لازم يبقى عندك في كل إدارة حد كده already يقدر يinfluence من غير سُلطة، فاهمني؟ واحد ما عندوش سُلطة، بس هو قادر يinfluence في اللي حواليه. إمم. ياخد الattitude اللي أنت عايز يخلّيه ياخده ويبقى هو ده الrole model اللي أنت عايزه. أنت بتبنيه، لكن إحنا بنعمل إيه بقى عشان نتفادى، إحنا ما بنعملش الكلام ده، الكلام ده ما بنلاقوش already في الشركات، لكن بنعمل إيه، إحنا بندخل على الناس باقول له أنا بادخل عليك، بابقى عارف إن أنت شخص كويس وبتشتغل وعايز تنجّح المشروع، كل اللي باقدر أعمله إيه، باقول له أنا هاوصّي عليك مثلًا إيه، عند الناس فوق، إمم. فهو بيبقى مبسوط إن هو إيه ده طيب كويس، طيب لازم يبقى في reward system للناس، من ضمن الحاجات المهمة جدًا، لازم يبقى فيهم rewards، أنت لو حققت لي المشروع ده ونجّحت لي الERP ده، أنت هتترقى تبقى كذا، لو أنت مثلًا في الIT. الناس بتوع الحسابات، الناس بتوع الlogistics، الناس بتوع الإنتاج، لو أنتم عملتوا الكلام ده يا جماعة في incentive هيتصرف للناس دي، إن أنتم حققتوا الموضوع ده،
إمم. حتى يعني كلمة الله ينوّر حلوة برضه كويسة، بس الفلوس هتخلّيه يعني ينجّح لك الموضوع، اشتري الناس عشان يعرف ينجّح لك الموضوع. فده اختصارًا للمشاكل وعلاجها، إن أنت لازم تعمل الحاجات دي، لازم الحاجات دي تبقى موجودة. طبعًا باختيار طبعًا كمان الpartner والconsultants اللي already موجودين عند الpartner عشان يقدر إن هو ينجّح لك كمان الERP. ففي واجب أنت لازم تعمله كشركة في المصنع، ولازم تبقى عندك واجب تاني، بس ده الواجب بقى بتاع الناس التانية اللي هم الpartners، يقدر إن هو يشتغل معاك في الجزئية دي وينجّح لك الERP. تمام جدًا، جدًا، جدًا. آخر سؤال بقى، نصيحة واحدة للمصانع اللي عايزة تعمل ERP، يعني حاجة نصيحة شاملة بقى للموضوع كله. يعني لو حابب إن أنا أقول نصيحة معيّنة خاصة بالموضوع ده، ممكن يعني تبقى مثلًا، هو في حاجات كتيرة، يعني لو النصايح هيبقى في حاجات كتيرة، لكن خلّيني أحاول إن أنا يعني إيه، أقدر إن أنا أقول لك بإيجاز وباختصار. عايز أقول إن الERP مش عصاية سحرية، يعني أنا ممكن أقول لك إن الERP ده مش عصاية سحرية، لكن في نفس الوقت لازم تبقى في رؤية واضحة، ولازم الموظفين يحسّوا إن البرنامج ده لصالحهم، عشان يقدروا إن هو يساعدوك في تطبيقه. ده اللي أنا ممكن أقوله في الجزئية دي. صح، أنا باتّفق مع حضرتك جدًا، وهاخد من كلامك برضه للbusiness owners بقى كمان، إن أنت الERP فعلًا هو مش عصاية سحرية، هو يظهر لك يعني يسرّع لك النتايج لو أنت الدنيا عندك تمام والprocess تمام، ويظهر لك مشاكل أكتر لو الprocess أو في أصلًا فوضى موجودة في الoperation عندك. فكل اللي هنعمله إن إحنا هننقل الفوضى دي. أستاذ أحمد، أنا باشكر حضرتك جدًا، جدًا، جدًا على وجودك وعلى كل الinsights اللي أنت شاركتها معانا النهارده، وعلى فكرتك اللي أنت شاركتها. إن شاء الله نكون يعني أفدنا الناس بإذن الله. يا رب، آمين يا رب. أنا اللي متشكّر ليك جدًا، ومتشكّر على استضافتك دي، ويا رب نكون عرفنا نقدر نفيد الناس بحتى لو معلومة بسيطة يعني والله. إن شاء الله. زي ما شُفتوا النهارده كان معانا أستاذ أحمد، اتكلّمنا عن الERP systems، اتكلّمنا عن إيه ERP system أصلًا، اتكلّمنا عن المفهوم الخاطئ في أحيانًا كتير عن الERP systems، وإن هي الحلول السحرية لحل المشاكل، وعرفنا إن ده مش حقيقي. اتكلّمنا عن إزاي أختار الERP system وأنواع الERP systems اللي موجودة في السوق، وإيه الأسباب ممكن تعطّل لي الproject أو ما تخلّيش الproject ينجح. إن شاء الله نكون فِدنا ناس كتير في الحلقة دي، واستنوني في حلقة جديدة في المصنع.